ومثل ما شفنا قبل شوي كيف أن الحلويات بأنواعها تعد جزءا لا يتجزأ من ثقافة وأجواء واحتفالات العيد، واللي يفضلها كثير من الناس كأطباق رئيسية في العيد. ولكن البعض في الجهة المقابلة يفضل الأكلات الشعبية الغنية بالنكهات والمذاقات اللذيذة. طبعا أول يوم العيد ويكون بعد رمضان، يعني الناس متشوقة للأكل وهذا، فيكون الرز المشابيس هذه وجبة أساسية تكون موجودة في أول يوم. وفي ناس تاكلها الصباح يسمونها معيد، الصباح فطور على الساعة 7-7:30 يكون المعيد موجود ويفرشونه في الشارع، ويكونون الأهل والأقارب والأصدقاء يكونون في مكان واحد. فهذه عادة موجودة في نجد وموجودة في حائل وموجودة في أكثر من منطقة يعني. فالناس هذه متبعينها يعني أنهم يأكلون الرز في الصباح. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله. بالنسبة للعادات طبعا المعروف العيد أيام فرح وسرور، وعادة بيكون الأكل السائد في أهل نجد والمنطقة بيكون المفاطيح. يعني بالنسبة للعوائل الكبيرة دائما تجمع تطلب أكثر شيء المفاطيح. في أنواع ثانية من الرز أو المطبق، في ناس تفضل الدجاج، بس المفطح هو السائد والرئيسي في الوجبة حقت إفطار العيد. ومهما اختلفت الأذواق عن أهم الأطباق التي يجب أن تزين مائدة الإفطار، ولكن اتفق الجميع على لمة الأهل والأصدقاء والاحتفال بالروابط العائلية وتبادل التهاني والتبريكات هي أهم ما يميز أعيادنا وينشر البهجة والسعادة في جميع أرجاء المكان. وكل عام وأنتم بخير. لقناة السعودية، هدى الغامدي، الدمام.